أعلن مرتضى منصور تقدمه باستقالته من أي منصب له داخل نادي الزمالك، وآخرهم كان رئيس لجنة الاشتراكات. وقال مرتضى في فيديو عبر حسابه بموقع التواصل الاجتماعي يوتيوب: النهاردة الأربعاء، أنا خارج الزمالك الآن، خارج المشهد ومشجع درجة تالتة فقط. وواصل: أقول لممدوح عباس: ارفع الحجز عن أرصدة الزمالك البالغة 100 مليون جنيه. أمير مرتضى رحل منذ شهرين ورفض العودة لنادي الزمالك، وكرر مرتضى حديثه: أقول أمام مصر كلها: أنا خارج المشهد يا ممدوح عباس، ارفع الحجز. وأردف: أنا خارج المشهد والانتخابات يوم 31 أكتوبر المقبل، ومن يريد الترشح فليتفضل. وواصل: الزمالك مديون ب140 مليون جنيه لاتحاد الكورة، بالإضافة إلى غرامات سبورتنج لشبون التي تمنعنا من القيد. حاولت مع اتحاد الكورة وتصرفت في 30 مليون جنيه لقيد القائمة الأولى. وتابع: أترك النادي وفي خزينته حوالي 20 مليون جنيه بس، ولم أتنازل عن دولار واحد من قيمة غرامة كهرباء، إذ لم يدفع سيوقف، وإذا دفع سنحصل على 2.5 مليون دولار، بما يعادل حوالي 100 مليون جنيه، بالإضافة إلى 100 مليون جنيه أخرى محجوز عليها. وبالتالي هذه المبالغ ستحل مشكلة كبيرة جدا بالصفقات الجديدة والمستحقات اللاعبين. وأكمل مرتضى تصريحه: لو نظرت لمصلحتي، لو بصيت لمصلحتي بس، هقول إن تم انتخابي 4 أو 5 مرات، لكنني أحب كيان الزمالك وأراه ينهار بسبب أزمة ليس لها دخل بي. وتابع: أطالب الوزير المالية برفع الحجز عن نادي الزمالك، وهو أقر في سنة 2018 بأننا النادي الوحيد الذي سدد كافة الضرائب الموقعة عليه. وتابع مرتضى: سليمان وهدان كان من المفترض أن يتولى منصب الرئيس، لكنه رحل، لذا الانتخابات ستكون على مقعد الرئيس ونائب الرئيس واثنين من أعضاء مجلس الإدارة. وأتم مرتضى منصور تصريحاته: أقول لممدوح عباس: الأزمة بينا انتهت وأنا خارج نادي الزمالك. ودخل مرتضى منصور الزمالك لأول مرة كعضو مجلس إدارة في عام 1992، وبعد ذلك ب4 سنين بالظبط أصبح نائب للرئيس كمال درويش إنذاك. وفي عام 2005 أصبح مرتضى رئيس لنادي الزمالك رسميا لأول مرة في تاريخه، عقب تغلبه في سباق الانتخابات على كمال درويش نفسه. وفي شهر ديسمبر من عام 2005 تم حل مجلس إدارة الزمالك من قبل وزير الرياضة، وابتعد مرتضى عن المشهد حتى عام 2009. ففي ذلك العام خسر مرتضى سباق الانتخابات في القلعة البيضاء أمام ممدوح عباس، وعاد مرتضى لرئاسة الزمالك في عام 2014 حينما تغلب في سباق الانتخابات مرة أخرى على حساب كمال درويش. وفي عام 2017 فاز مرتضى بفترة رئاسته الجديدة عقب تغلبه في السباق على أحمد سليمان، وتم حل المجلس مرة أخرى في عام 2020 من قبل اللجنة الأولمبية المصرية بسبب شكاوي محمود الخطيب رئيس الأهلي ضد مرتضى. وتولى رئاسة الزمالك لجنة مؤقتة. إلى الآن عاد مرتضى لمقعد الرئيس مرة أخرى من نوفمبر حتى الانتخابات. وفي فبراير من سنة 2022 فاز مرتضى بالانتخابات على حساب أحمد سليمان مجددا. وظل مرتضى في مقعده إلى أن قررت المحكمة الإدارية العليا في شهر يوليو الماضي الطعن المقدم منه ضم قرار عزله من رئاسة الزمالك. وأقرت المحكمة الحكم الصادر من قبل هيئة مفوضي الدولة بعزل مرتضى من منصبه وإلزام مجلس الإدارة بضرورة الدعوة لعقد جمعية عمومية لفتح باب الانتخابات في أقرب وقت. جاء ذلك بعدما أصدرت هيئة مفوضة قرارها بعزل مرتضى من منصبه واتهامه وقذف محمود الخطيب. وذكرت صحيفة الشروق المصرية إنه كان يتوجب على الجهة الإدارية وهي وزارة الرياضة التدخل الموجب سلطاتها الإشرافية وإلزام مجلس الإدارة بتكريس زوايا العضوية مرتضى منصور بالمجلس. بس كده كان حوار فيديو النهاردة، يعني مرتضى منصور خارج الزمالك. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.